ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده هنعمل مع بعض روتين، يا رب يعجبكم. هشوف كده، لو عجبكم هستمر في الروتينات، ما عجبكوش هستمر في الحاجات التانية اللي تكون خفيفة على قلوبكم كده وتكون عجباكم، وان شاء الله تبقوا مبسوطين وانتوا بتتفرجوا. حط لايك للفيديو لو عجبك ان شاء الله، ولو اول مرة تزوروا القناة اعملوا اشتراك وفعلي زر الجرس على الكل عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديدة بأمر الله. بصوا بقى الأوضة دي المفروض ان احنا قاعدين نايمين صاحيين واكلين شاربين فيها لحد ما بنخش على سرايرنا. والولاد ساعات بيقعدوا معايا برضو يكتبوا الواجبات فيها. فعايزة اقول لكم هي مش متبهدلة قوي، هتشوفها انها مش متبهدلة، بس انا بالنسبة لي آه، في الوقت الحالي اللي انا فيه ولادي كبروا ما شاء الله، يعني لما ربنا ما رزقوش رزق بالذرية الصالحة، واللي عنده ولاد ربنا يهديهم له. ففي الوقت ده ولادي كبروا، فانا بالنسبه لي هي كده مكركبه، انتوا فاهمين قصدي. لكن زمان كانت بصراحه وهم اطفال مش قادره اقول لكم يعني بلاش اقول لكم يعني. اكيد انتوا عارفين وشايفين وعايشين اللي انا كنت عايشاه. فالحمد لله. بس انا قلت اشيل الشيلات، انضف تحتيها، الاقي فلوس ولا حاجه، الاقي قلم، الاقي مسطره، استيكه، حاجات كده يعني. انتوا فاهمين قصدي، كلكم كده برضو زي ما انا عارفه. المهم الشيلات دي ساعات لما الجو يكون مشمس قوي 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 اطلعها في الشمس. مش مشمس ممكن اطلعها في السنة، يعني في الصيف بس، في الشتاء لا. ممكن في الصيف مرتين، مش دايما بطلعها بصراحة، مش هضحك عليكم. ليه بقى؟ لان انا بضطر اطلعها على السطوح، ما عنديش بلكونة للأسف الشديد. هو الأوضة دي كبيرة عشان كانوا مدخلين فيها البلكونة عشان يوسعوا البلكونة. فهي حاجة حلوة وحاجة وحشة، لان انا كان نفسي قوي في بلكونة، لان انا من هواة ان انا اصحى افتح الشبابيك اشغل القرآن، والله بجد مش كلام. اخرج بقى الفرش في البلكونة بقى، ولو كل اسبوع اطلع مرتبة ولا كل شهر اطلع المراتب، انتوا فاهمين قصدي. لكن للأسف الشديد يعني الحمد لله والشكر لله على النعمة اللي احنا فيها، يا رب دمها علينا نعمة. مش موجودة عندنا الحمد لله. فانا هنا كان في السبحة على الكرسي، فشلتها حطيتها في جنب، ومليت الازازة تاني عشان كنت عطشانة جدا جدا وما شربتش برضو. قلت لها يا ميارة مليها، والله ما شربت برضو. يعني في الشتاء ده انا بنسى موضوع الشرب ده بطريقة، اكيد كلنا كده. بس ده حاجة مشكلة يا جماعة، مشكلة كبيرة يعني، والله بجد يعني انصحكم ان انتوا ما تنسوش موضوع المية ده. ان شاء الله تقولوا لولادكم ينبهوكوا وتظبطوا منبه تليفون. بس انا برضو قلت لها امليها وجابتها لي وبرضو ما شربتهاش، انشغلت. بس بحاول والله على قد ما اقدر. بشرب مية امتى بقى؟ بالليل لما اقعد بيني وبين نفسي كده. اعمل ايه؟ آه، اقعد بيني وبين نفسي، اقعد على التليفون شويه بقى قبل ما انام، فاهمين قصدي. اجيب ميه جنبي كده واروح املى واجي واملى واجي واشرب. بشرب بالليل، واصلا شرب الميه كتير بالليل غلط، مش عشان الحمام ولا حاجه، لا هو كنت سامعه دكتور قبل كده بيقول ان هو غلط، فاهمين قصدي. ف ناخد بالنا من شرب الميه شويه، يعني انا بنصحكم وبنصح نفسي والله معاكم يعني. الحمد لله. المهم انا محصورة على الانتريه بصراحة ده، ولا الصالون مش عارفة له. ف يلا هو كده كده اصلا من زمان، وقمشته غامقة مش هيتبهدل قوي يعني. بس احنا تقريبا الشاشة هي اجبرتنا، الشاشة كانت كبيرة اجبرتنا ان احنا نقعد في الأوضة يعني 24 ساعة، لان هما ملقوش لها مكان بره. احنا كنا على طول قاعدين بره على الركنة، وهرسنا كله على الركنة بره في الصالة. بس الشاشة لما جت كبيرة ما ينفعش بصراحة، قال لك لازم تتحط هنا على الجدار الكبير. هي جت كبيرة عن الجدران اللي بره. فكل شيء نصيب يعني، كل شيء خير. انتوا تشوفين الأوضة تحسوا انها نظيفة، هي ماشي نظيفة، مفيش فيها ورق ولا بتاع، بس فيها اكيد تراب، اكل واقع من ولاد، حاجات، فاهمين قصدي. انا كنت بقى مصوره لكم حته فيديو في الصاله كانت اول مره تتكركب بالبشاعه دي. كنت جايبه حاجات بقى من بره، وفي حاجات مقلوبه، والولاد مش عارف ايه والكلام ده، وكنا تعبانين. فالموضوع كان كبير يعني. وصورت الفيديو وحصلت الصدمه، التليفون فصل شحن.
وانا بصور، حتى الفيديو اللي انا صورته وانا يعني بصور حاليا وصورت الفيديو خلاص المفروض هقفل، رحت اقفل لقيت التليفون فصل شحن، ما لقيتش الفيديو. يعني كان الفيديو هيبقى اطول من كده، كنت مصوره لكم في الصاله كمان، بس للاسف الشديد بقى يلا ما فيش نصيب. ان شاء الله بقى اعمل لكم فيديو بقى في الصاله بامر لما تتوسخ بقى هي نضيفه. المهم هنا ايه، قلت اما اعمل لهم نص كيلو لحمه كده، اديته التشويحه الاول لوحده صدمه كده في الطاسه في الحله من غير اي حاجه، نزلت عليه بقى بالبوكيه جرني على رأي الشيف شربيني، بصل وطماطم وجزر وفلفل اخضر لو عندكم، وطبخت الرز واديتها تشويحه وحبهان وورق غار والكلام ده، هديها تشويحه بقى وبعد كده انزل عليها بالميه، ميه سخنه طبعا، وحطيت لها ربع معلقه سكر على فكره للحمه علشان تستوي بسرعه، لان ما كانش فيه وقت زي ما بقول لكم، كنت طبخه متاخر. وهنا بقى معلقه سمنه بلد صغيره كده، على معلقتين زيت ولا معلقتين 3 زيت، على كام فص توم كده، نعمل ايه، نعمل بسله. انا بصوا من عشاق اللحمه والبسله والرز بشعريه او الرز الابيض بجد، بحبهم جدا جدا. هنا بقى حطيت ملح وفلفل اسمر وكمون، عايزين تضيفوا اي بهارات تانية من عندكم براحتكم، دي حاجه ترجع لكم، بس انا هنا بحط الاساسيات عشان ما عنديش الا هي، مش هضحك عليكم يعني، الحمد لله. الحمد لله ان هي عندنا اساسا يعني. بصوا يا جماعه بجد والله لو انتم موجودين معايا لحد دلوقتي، طبعا انا كنت حطيت الميه اللحمه فخدت غلوتين 3 كده على ما شوحت البسله والحاجات والصلصه اتسبكت، ف هنزل بقى على البسله بشويه شوربه. انا باخدكوا وارجع واخدكوا وارجع بجد والله، نفسي بجد انا بشوف الفيديوهات بتاع فلسطين وغزه والخيم والشتاء والبرد والاطفال، انا يعني حاجه، الموضوع صعب. ادعوا لهم يا جماعه في صلواتكم بجد بالله عليكم، في كل صلاه ادعوا ربنا يجبر بخاطرهم يا رب ويعينهم على اللي هما فيه ويصلح حالهم. هنا انا اسفة على المنظر، بس انا طلعت بعد الغداء اشوف الحمام والحيوان والكلام ده زي ما كنت بصور معاكم لايفات وكده، بعلف بعد العصر، فطلعت لقيت الحمامة دي عندها اسهال اخضر، هي كان عندها الجدري ده، وانا مش عارفة الجدري بيجي في الشتاء ليه. لو عند حد عنده اجابة بالله عليكم والله ما بهزر، انا بجد عايزة اعرف، لان دي مش اول حالة، انا ما عدتش بعرف اذبح حمام ليا وانا والعيال بسبب كده، الحمام بيطلع عنده جدري مش عارفه ايه السبب، دي ذبحتها ورميتها للاسف، لان هي ما ينفعش تتاكل ولا ينفع تطبخ اساسا. فهنا بقى بالليل بقى في السهرة عملت صينية كيك حلوة، وكنت عاملة لايف معاكم فيها، إيه لو عايزين اللايف هحطهولكوا في صندوق الوصف بتاع الفيديو ده، طريقة الكيكة وعمايلها، وكان لايف حلو جدا جدا، وكان في حاجات جميلة قوي 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 هتعجبكم. بس بوريكم الكيكة بقى بعد ما عملناها، اللايف كان كله عملنا الكيكة من اول للاخر، واستنينا كمان في اخر اللايف لما طلعنا الكيكة من الفرن وقطعناها معاكم وعملنا الشاي بلبن. باي باي.